معنا عبر هذه البورصة ومن خلال التفسير والتحليل لهذه الأرقام ومدى مطابقتها للواقع وعلى أي أساس استندت وورلد سوكر لهذه الأرقام. معنا الأستاذ الدكتور سعد شلبي أستاذ اقتصاديات الرياضة بجامعة المنصورة كلية التربية الرياضية. مرحبا بك يا دكتور. اهلا حضرتك اشرف، ازي صحتك والف مبروك على البرنامج وتمنياتي بالتوفيق ان شاء الله. اشكرك، وانا سعيد شخصيا ان حضرتك تكون ضيف معنا عبر الهاتف، لكن ان شاء الله في لقاء مطول مع حضرتك، واحد من علماء الاقتصاد الرياضي، وهو ما يؤكد ان الرياضه صناعه واستثمار واقتصاد وليست فقط ثني ومد كما يقولون. كمان اود ان احييك على الخطه الاستراتيجيه او الخريطه الاستراتيجيه التي عرضتها بالامس في اجتماع قطاع الرياضه، لجنه التخطيط قطاع التربيه الرياضية بوزارة التعليم العالي. لكن اسمح لي يا دكتور، كيف رأيت الأرقام التي سمعتها ربما وأنت معنا على الهاتف لهؤلاء اللاعبين الأغلى على مستوى العالم، بداية من مهدي بن عطية 24 مليون يورو وصولا ل4 ملايين يورو لمحمد النني؟ يعني هو في الحقيقة يمكن زي ما حضرتك ذكرت في البداية ان الرياضة ما اصبحتش بمفهومها التقليدي اللي كان بيتبادر عند الناس، وهي صناعة وصناعة كبيرة. يعني يمكن استرعى انتباهي حاجتين مهمين قوي في التحليل اللي حضرتك بتعرضه او في التقييم بتاع وورلد سوكر اللي بتعرضه. ان الاتحاد الروسي او روسيا، المنطقة الروسية، اوكرانيا وروسيا، احد اغلى الاسعار للاعبين العرب، وده بيشير الى مؤشر مهم جدا في التحول الاقتصادي لصناعه كره القدم نحو الشرق. لان زي ما حضرتك عارف ان البطولتين الكبار اللي جايين في كره القدم وهي الاكبر على الاطلاق في كاس العالم 2018 2022 هي في منطقه الشرق. الاتجاه الروسي والاتجاه ايضا احد الدول العربيه مستضيفه هذه البطوله. وبالتالي هناك تزايد في اسعار اللاعبين في هذه المنطقه. دي رقم واحد. رقم اثنين، ان النتائج الفرق العربيه في بطوله كاس العالم انعكس بشكل ايجابي على اسعار اللاعبين. ويمكن معظم الاسماء اللي حضرتك عرضتها هي 4 من الجزائر يا دكتور. من الجزائر والمغرب. من الجزائر والمغرب. وبالتالي دولت لهم وضع خاص يمكن في الأندية الأوروبية بالذات، لأن زي ما حضرتك تعلم تماما أن الجزائر والمغرب هي أكبر تاني قوة في القارة الأوروبية من السكان من خارج القارة. وبالتالي هنا فرصة أن حجم الطلب على لاعيبة الجزائر والمغرب مرتفع في السوق الأوروبية كبير، لأنهم بيؤدوا إلى زيادة حجم الطلب على تذاكر المباريات من الجمهور المغربي والجزائري اللي بيعيش منذ فترات طويلة في القارة الأوروبية. ده رقم اثنين. رقم ثلاثة هو محمد، اعتقد ان مصر ايضا لها حصة في هذا السوق. 2 موجودين في الترتيب في 10، وابرزهم طبعا نجم المنتخب الوطني محمد صلاح. واعتقد ان محمد صلاح اسعاره قابله للزياده، ويمكن النهارده تشيلسي بيتفاوض على انتقال رسمي كامل ب20 مليون يورو. ده نتيجه لقوه محمد صلاح في التاثير التجاري والتسويقي بالنسبه لفورنتينا. يمكن النهارده مصر بتمثل 25% من السوق العربي، يعني فرص المشاهده في السوق العربي اللي اجماليه 406 مليون نسمه، مصر تقريبا كده واخده منه 25%. يمكن ده كمان انعكس على التجاذبات اللي حصلت مع فخامة رئيس الجمهورية أثناء زيارة رئيس الوزراء الإيطالي. ودار جزء من الحديث حوالين محمد صلاح. دي القيمة التجارية دي النهاردة لمحمد صلاح مهمة جدا لفورنتينا في جذب مشاهدين من خارج القارة الأوروبية. ومحمد صلاح بالإضافة إلى المهارات الفنيه والجوانب الفنيه اللي انا هتكلم عليها في النهايه، اللي انا هختم بيها المداخله مع حضرتك، ان التقييم ده تم في ضوء جوانب فنيه وحجم التاثير للاعب والتزامه الخططي. عندنا حاجتين مهمين واحنا بنقيم مال اللعيب: الكفاءه والفاعليه. دولت مهمين، هياخدوا وقت شويه في الشرح بالنسبه للساده المشاهدين، نخليها لفتره مهمه تانية. الحاجه الثانيه الجانب الاخلاقي والتصرفات الاخلاقيه والسلوكيه للاعبين داخل الملعب. ده مهم، وده يمكن هينعكس ان الجهه اللي بتضع تقييم اللاعبين وبتنشره اللي هم افضل 100 لاعب في العالم، حتى التقييم ايضا لبعض الانديه المصريه يمكن هيلاقي فيها بعض المفاجآت بالنسبه للاعبين على المستوى المحلي. هنقل من حضرتك من اغلى 10 لاعبين عرب على مستوى العالم لاغلى 10 لاعبين مصريين بيلعبوا في الدوري المحلي. المفاجاه ان محمود تريزيجيه بيتصدر هذه القائمه ب 12 مليون جنيه مصري، يليه حسني عبد ربه، عمرو جمال، شريف إكرامي، أحمد الشناوي، محمد ناجي جده 9 مليون، ثم عماد متعب وحسام عاشور ب6 مليون و7 من 10، ثم وليد سليمان ب6.5 مليون. قاري المشهد والأرقام إزاي يا دكتور سعد؟
محمود تريزيجيه المستقبل بتاع الكرة المصرية بيشير الى ان محمود تريزيجيه معدل العائد على الاستثمار فيه هيكون اعلى. في عندنا حاجة لما بنيجي نحسب ان ازاي هنسعر لعيب في المستقبل، بنقول ROI اللي هو العائد على الاستثمار في هذا اللاعب، تقريبا بيتراوح ما بين 3 ل 4%. محمود تريزيجيه هو اغلى لاعب مصري في معدل الاستثمار على هذا اللاعب، طب نتيجه للعمر الزمني اللي هو اللعيب يقدر يعيشه في الملاعب. احنا هنفترض ان محمود تريزيجيه هو اعلى عمر زمني متوقع او يتنبأ بان بقائه في الملاعب في الاداء الرياضي. نعم. ده بالنسبه لنا كناس بتوع اقتصاد، فعشان كده محمود تريزيجيه مش مفاجاه، لان حضرتك هتاخد كمان حاجه مؤشر لمحمود تريزيجيه. محمود تريزيجيه واحد النهارده من الاعمده الرئيسيه للمنتخب الوطني، وده مؤشر مهم جدا في الاولمبي والاول. الاولمبي والاول يعني انا بشكر حضرتك على التوضيح ده، يمكن انت سهلت على المشاهد يقدر يستوعب معانا كيف يمكن تقدير اسعار اللاعبين وفقا لاسس علميه. العمليه ما هياش هوا ومزاج شخصي. فمحمود تريزيجيه بالنسبه للحته دي مستقبل الاستثمار فيه وعائد الاستثمار منه هيكون قوي جدا بالنسبه لاي فريق يقدر يحتضن هذا اللاعب باي قيمه ماليه ياخدها في السوق. فرص احترافه الخارجي ما زالت مبكره، يعني كمان عنده فرصه احتراف خارجي نظرا لصغر سنه، فده واحد من المعايير المهمه في الحكم على اداء اللاعب. اما فيما يتعلق بوليد سليمان نتيجه لموهبته وقدراته العاليه، الا ان وليد سليمان في الفترات الاخيره كان بيتعرض لعدد كبير من الاصابات. الحاجه الثانيه ان هو تعرض لحالات طرد ايضا كبيره. يعني السلوك مهم يا دكتور سعد. السلوك واحد من المعايير المهمة في الحكم على أداء الملعب. يعني أنت لا ينكر أحد نجومية محمود عبد الرازق شيكابالا، لا ينكر أحد هذه النجومية، ولكن السلوك داخل الملاعب الرياضية واحد من أهم المعايير في تحقيق عائد على الاستثمار. نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ الدكتور سعد شلبي، أستاذ اقتصاديات الرياضة بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، فسر وحلل لنا ما دار عبر بورصة اللاعبين سواء في مصر أو خارج مصر.